أول أسبوع من عمر البيبي بيكون مليان مشاعر مختلفة من فرحة وتوتر وقلق، بالذات لو لأول مرة. تابعيني لآخر الفيديو هقولك على أهم 5 حاجات تاخدي بالك منهم في أول أسبوع. أول حاجة الرضاعة الطبيعية، ودي بتبدأ من أول ساعة بعد الولادة وبنسميها الساعة الذهبية، وبتستمر الرضاعة كل ساعتين أو 3، مش أقل من 10-12 رضعة في اليوم. وبناخد بالنا من علامات الجوع اللي هي مش هنستنى البكاء، هيكون تحريك راس البيبي، تحريك ايده على بقه، وحركة ايده ورجله. تاني حاجة هناخد بالنا منها اللي هي عدد مرات البول، ودي ما تكونش أقل من 6 مرات في اليوم. البراز في أول أسبوع من عمر البيبي ممكن يتأخر أول يومين أو 3، وبينزل في الأول براز أسود وبعد كده يتحول للبراز العادي. في أول أسبوع من عمر البيبي ممكن تظهر الصفرة ممكن تظهر على اليوم الثالث أو على اليوم الخامس، ودي بتبقى الصفرة الفسيولوجية، بس مهم جدا إن احنا نتابعها مع الدكتور بتاعنا. مهم كمان إن احنا نهتم بمنطقة الحفاض والسرة بتاعته. منطقة الحفاض طبعا بعد كل مرة بول أو براز بننضفها بمية فترة، وبننشف تنشيف بالضغط، ونحط كريمات الحفاض الخاصة بيها. السرة بننضف عليها كل 6 ساعات بالكحول لحد ما تقع، و3 أيام بعد وقوعها بنفضل ننضف السرة كأنها موجودة. عدد ساعات نوم الطفل ممكن تبقى من 16 ل 18 ساعة، وده طبيعي في أول أسبوع، ما نقلقش من النوم. ناخد بالنا إن انت يوم بعد يوم هتبقي أقوى وهتاخدي ثقة في نفسك أكتر، وأنا جنبك رفيقة أمومتك الأولى دكتورة زينب عبد اللطيف، استشاري الأطفال وحديث الولادة، واستشاري دولي رضاعة طبيعية وتغذية علاجية للأطفال. دمتم بحب وعافية.